اخويا وحبيبي ليك وحشه هنا. اخوي والله اشتقت لك كتير، صار لي زمان ما شفتك. تفضل تفضل، البيت بيتك. والله انا لو عشت قعدتك قوي يا عم. والله نحن اللي اشتقنا لك كتير. طمنا عنك وعن اخواننا. انا بخير والله، اخواتنا كلهم بخير، بس انت اللي شكلك مش عاجبني. والله اخر مرة مشترك في حالي، كل يوم بيحتاج قطعة جديدة من جسمي. اخواتنا سايبينك كده ليه؟ مش مدشرين يا اخوي، بيحكوا معي كل يوم. يعني ايه بيكلموك كل يوم؟ محدش بيجيب لك اكل ولا علاج؟ كل واحد فيكم بيجيب لي شيء في الاسبوع. يعني بيجيب لك طاقه في الاسبوع؟ طب والعلاج؟ مش محتاج لعلاج، كل الأطباء قالوا إن هي عملية واحدة بس هتقضي على هذا المرض اللعين. يا اخي طب وما عملتهاش ليه طيب؟ عشان نجاح هاي العملية توقف على وجود اخواتي كل يوم جنبي. انت عارف اخواتك ازاي؟ مش متفقين. يعني ايه يعني مش متفقين؟ هو دوت خلاف سايبينك في الوضع اللي انت فيه ده وقاعدين يبصوا شويه خناقات تافهه ما بينهم، انا مش هسكت على الوضع ده. ايه ده يا اخوي؟ ما تحصل. ازاي ما تعصبش يا اخي؟ كلهم عصبوا مثلك انت، ولا حد عمل اي شيء. يعني ايه؟ انا هروح اقعد معاهم كلهم واجيبهم وكيله ونعمل عمليه ونخلص من المرض اللعين ده. اخوي كل اللي اجى من قبل قال مثل ما قلت وراح وما رجع. أنا ماني خايف من الموت، انا خايف بس اموت قبل ما تتجمعوا. من كان لو ما اتجمعتوا هنلاقي في ناحيتي هذه ما راح تتجمعوا ابدا. وهالمرض اللعين لو ما قدرتوا عليه راح ينتشر بينكم ويقضي عليكم واحد ورا التاني.